السلام عليكم. من اللحظة اللي بيتكون فيها الإنسان في رحم الأم وبتبدأ الخلايا في عملية النمو والانقسام، وعملية النمو دي بتكون خاضعة لمركز تحكم ثابت مسؤول عن النمو ده، واللي لو حصل فيه خلل هتبدأ الخلايا تتكاثر بشكل غير طبيعي ومن غير ما تقع. وغير إن الخلايا ساعتها مش هيكون ليها فايدة في الجسم، دي كمان هتدمر الخلايا السليمة اللي حواليها، وده اللي معروف باسم الورم أو السرطان. أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن الطرق المختلفة لعلاج السرطان. بس الأول انزل اعمل اللايك والاشتراك الجميل، وما تنساش تصلي على النبي، ويلا نبدأ. معظم الناس اللي بيسمعوا عن المرض ده أول حاجة بتيجي في بالهم إنه خلاص اللي مصاب بالمرض ده ميت لا محالة، وشايفين إن العلاج اللي بيسمعوا عنه زي العلاج الكيماوي مثلا عبارة عن تأدية واجب كده وخلاص، وكده كده المصاب هيموت هيموت. بس ما يعرفوش إن في طرق حديثة ومبتكرة لعلاج السرطان. بس الأول لازم نكون عارفين إيه هو السرطان ده أصلا، وإزاي بيحصل، وإيه هي أسبابه. تعتبر الخلية هي الوحدة الأساسية لجسم الإنسان، وبيتكون الجسم من عدد مهول من الخلايا، فكل جرام من جسم الإنسان بيتكون من مليار خلية. يعني لو قلنا مثلا إن في شخص وزنه 50 كيلو جرام، فهنلاقي عنده حوالي 50 ألف مليار خلية، وبتتكون كل خلية من الخلايا دي من 130 ل 150 ألف جين، والجينات دي بقى هي سبب المشكلة. الجينات لها وظائف كيميائية كتير، فبعض الجينات بتسيطر على إنتاج الإنزيمات داخل الخلية، وجينات بتسيطر على تكوين البروتينات، وجينات تانية بتسيطر على عملية نمو الخلايا. ضمن بقى الجينات اللي بتسيطر على نمو الخلايا مجموعة من الجينات تعرف باسم الأونكوجينز، ولسبب غير معروف بتنشط الجينات دي وبتكون بروتينات بتتسبب في نمو الخلايا بالطريقة الغير طبيعية دي، واللي هو مرض السرطان. وزي ما قلنا مفيش سبب معين عشان الإنكوجينز تتكاثر بالطريقة دي وتسبب المرض، بس في عوامل كتير بتساعد على حدوث المرض، زي عامل الوراثة، وده غالبا بيبقى سبب في حدوث سرطان الثدي والبروستاتا، والتدخين اللي بيتسبب لوحده في 90% من حالات سرطان الرئة، وشرب الكحوليات والتعرض للإشعاع، وكمان في حالات فشل جهاز المناعة. الأونكوجينز أصلا موجودة في كل خلايا الجسم، بس جهاز المناعة دايما صاحلها وبيمنعها من النمو الغير طبيعي. لما بيحصل بقى فشل في جهاز المناعة، مفيش حاجة بتقدر تكتشف الخلايا السرطانية دي ولا بتقدر تتخلص منها. بتعتمد خطة علاج السرطان على عدة عوامل، زي نوع الورق ومكانه ودرجة الورق والصحة العامة للمريض. وعلى عكس معظم الناس ما هي فاكرة، في طرق كتير نقدر نعالج بيها المرض. الجراحة هي الأساس في علاج السرطان، فمن الناحية النظرية بنقدر نتخلص من جميع أنواع السرطانات عن طريق الجراحة، ما عدا سرطان الدم واللي معروف علميا باسم اللوكيميا. بس في حالات بتكون الخلايا السرطانية منتشرة في أماكن مختلفة في الجسم، فبيبقى من المستحيل نعرف نشيلها كلها بالجراحة. ففي الحالة دي بنستخدم الجراحة عشان نقلل بيها حجم الورم، عشان نقدر بعد كده ندي علاجات تانية زي العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي. من الحالات اللي بنستخدم فيها العلاج الجراحي استئصال سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان الرئة. وبيكون الهدف من الجراحة يا إما إزالة الورم أو إزالة العضو كله، والجراحة ضرورية كمان عشان نحدد مرحلة الورم، يعني حجمه، مدى انتشاره في الجسم، وكمان السيطرة على أعراضه الجانبية. يعتبر العلاج الكيميائي هو العلاج التاني للسرطان، وهو عبارة عن مواد كيميائية بيتحقن بيها المريض عشان توصل للخلايا السرطانية وتقتلها، وكمان بتأثر على سرعة انقسام الخلايا بشكل عام. في الغالب بيستخدم النوع ده من العلاج بعد عملية استئصال الورم، بس في نوع منه اسمه العلاج التكميلي، وده بيكون قبل العمليات الجراحية عشان يساعد على ضمور الورم وتقليل حجمه، وده بيسهل بعد كده في عملية استئصال الورم من غير ما يسيب أي خلايا سرطانية. مشكلة النوع ده من العلاج بتتمثل في أعراضه الجانبية اللي هي أصلا بتكون أصعب من المرض نفسه: تساقط شعر،
التهابات في الفم والجلد، قيء مستمر، أنيميا. والمشكلة الكبيرة بقى لو اتسرب العلاج ده من الوريد للجسم، انت هنا بتتكلم على مية نار اتكبت عليك حرفيا. مع مرور الوقت وتقدم علم الأشعة، فهمنا تأثير الأشعة على طبيعة وبيولوجية الخلايا. بيستخدم العلاج الإشعاعي لعلاج أنواع كتير من الأورام، زي أورام المخ والحنجرة والرحم، وكمان علاج اللوكيميا. وبتعتمد جرعة الإشعاع اللي بياخدها المريض على عدة عوامل، منها حساسية الورم للإشعاع والأنسجة المجاورة اللي ممكن تتضر بسبب الإشعاع. بيتم العلاج الإشعاعي عن طريق تسليط شعاع بجرعة معينة على مكان الورم، وده عشان يقتل الخلايا السرطانية أو يقلل حجمها. بس زيه زي أي علاج، ما بيخلاش من الآثار الجانبية. وأهم حاجة في الآثار الجانبية بتاعته إنه ما بيفرقش ما بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، وده بيؤدي لتلف الخلايا السليمة. بس مع الوقت بتتعافى وبترجع تقوم بالوظائف بتاعتها تاني، وعشان كده بيكون في فترة ما بين كل جلسة. احنا قلنا اللي من ضمن العوامل اللي بتساعد على حدوث الورم فشل الجهاز المناعي، وفي طريقة العلاج دي بقى كل شغلنا بيبقى على مناعة الجسم. احنا محتاجين حاجة تظبط جهاز المناعة عشان يبقى قادر يهاجم الخلايا السرطانية. الانتروفيرون عبارة عن منتج بروتين بيعمل حاجات كتير في الجسم، زي انه بيقدر يوقف نمو الخلايا السرطانية ويقتلها من غير ما يأثر على الخلايا السليمة. ده غير انه بيشتغل زي الترموستات في الجسم، يعني بيزود التكاثر في الخلايا في الوقت اللي الجسم محتاج لها فيه، وبيوقفها لو زادت عن الحد الطبيعي. وكمان بيأثر تأثير مباشر على نمو الخلايا وانقسامها. لاحظ العلماء إن الخلايا السرطانية اللي في أنابيب الاختبار ما بتقدرش تتعايش مع درجات الحرارة العالية، وده عكس الخلايا الطبيعية اللي ممكن تستحمل الحرارة عادي. ومن هنا بقى جت فكرة العلاج الحراري. بيتم وضع الشخص المصاب بالورم جوه غطاء حراري بيشبه بدلة رواد الفضاء، وبتوصل الحرارة داخل الغطاء ده ل 40 درجة مئوية، وبعض الحالات ممكن توصل ل 43 درجة مئوية. بس الجسم بتفضل حرارته ثابتة، الجزء اللي فيه الورم بس هو اللي حرارته بتزيد. وده لأنهم بيستعملوا تكنولوجيا حديثة زي الموجات الفوق صوتية وموجات الميكروويف. وفي الغالب بيستخدم العلاج ده مع العلاج الكيميائي والإشعاعي عشان يزودوا الفاعلية بتاعتهم. بيتم العلاج بالجينات عن طريق حاجتين، يا إما زرع الجينات أو قنابل الجينات. زرع الجينات ده بيتم فيه إزالة الجينات اللي تسببت في السرطان، وبيتحط مكانها جينات تانية سليمة تقدر تقاوم وتوقف نمو الخلايا السرطانية. أما قنابل الجينات فدي بتشتغل بتقنية الهندسة الوراثية، وبتتم عن طريق عمل قذيفة توجه للخلايا السرطانية عشان تشل مركز الاتصالات والمعلومات الوراثية داخل الخلية السرطانية، وتدمر البروتينات اللي بيكونها الجين بكميات كبيرة. والطريقة دي بتخلي الخلية السرطانية مش قادرة تجدد البروتينات اللي باظت دي، عشان بعد كده تبقى الخلية السرطانية فريسة سهلة للعلاج الكيماوي اللي هيقضي عليها بسرعة مهولة. وفي النهاية دي بعض طرق الوقاية من السرطان، وأهم حاجة في الوقاية إن إحنا نعرف العوامل اللي بتساعد على حدوث المرض ونتجنبها، زي إن إحنا نمنع التدخين وما نقعدش في مكان فيه دخان، ونمنع الكحوليات، ونتجنب التعرض للمواد الكيميائية باستمرار، ونتبع نظام صحي سليم، ونمارس الرياضة باستمرار. وربنا يعافينا جميعا ويشفي كل مريض. ودي كانت الطرق المختلفة لعلاج السرطان. ملخص الحلقة هتلاقيه تحت في الوصف. ما تنساش اللايك والاشتراك، وتدعي لإخواتك ربنا ينصرهم ويفرج عنهم. سلام عليكم.